خد المفاجأة اللي انا ما قلتلكش عليها. قول لي بقى. الايد بلس اللي الناس كلها بتدور عليه. اول عرض الايد بلس اصلا بقى. يبقى الجهاز ده ب 6500 جنيه. هندخل بقى مع بعض كده على الايفون اكس. ده لمتابعينك الجهاز ده ب 7900 جنيه. الاكس ار زي ما احنا شايفين، اول حاجه هيطلع معاه ايرتاج، هيطلع معاه جراب، يطلع معاه ايربودز برو، معاه الاسكرينه بتاعت الموبايل. انا مش عارف امسك الحاجه بصراحه من كتر الحاجات اللي موجوده. وللمتابعين بتوعنا كل الحاجات دي هتطلع بكام؟ ليك تاخد ماك بوك الله 256 جيجا. ماك بوك بقى ده بقى ماك بوك برو كيبورد عربي. الله ستارت من 7500 جنيه. كام؟ 7500 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى يا شباب جاي لكم بالفيديو بتاع العيد، الفيديو اللي فعلا هيكون فيه عروض هتكسر الدنيا، الفيديو اللي خليني اقول لكم لبعض الناس اللي قالت لنا في بعض الاسعار بتتغير، في بعض الاسعار ما بنلاقيهاش موجوده زي ما بيتقال. النهارده انا جاي اقول لك لاول مره، مع اني ما كنتش بعمل ده، انا جاي لصديق مقرب ليا اصور معاه عشان اكون واثق بنسبه 100% ان مفيش اي حاجه في الاسعار هتتغير نهائي. يعني استاذ باسم هيكون معانا النهارده مش مجرد مدير في المكان، ولكن هو صاحب المكان، ومستحيل هيقول لك سعر وهيخلف فيه. ومش بس كده، النهارده جايب لكم شويه عروض فعلا هتكون مناسبه جدا للعيد. فيلا بينا مع بعض كده نرحب باستاذ باسم ونتعرف عليه مع بعض، ونبدا نخش على اسعار الموبايلات المستعمله، وبعد كده نخش في العروض والحاجات اللي انتوا بتحبوها. يلا بينا. اهلا وسهلا يا استاذ باسم حبيبي. يا ريت بس كده مبدئيا تعرف الناس بيك، تعرف الناس المكان بتاعك، فاتح بقاله قد ايه، عنوانك ايه، عشان نبدا نخش بقى في العروض على طول والاسعار. كل سنه وانتم طيبين، وتنورت يا استاذ محمد ونورت مكانك. احنا شركه موبايل ستور، احنا فاتحين شغالين في مجال الايفون من سنه 2000، وباذن الله احنا عامه شغلنا كله احنا بنبيع جمله. بس النهارده طبعا هيبقى فيه عروض وموضوع مختلف عشان الاستاذ محمد اول مره نورنا، وده يعتبر مكانه، ولينا الشرف طبعا اللي حضرتك تبقى معانا. حبيبي يا استاذ باسم، عايز اقول لكم ان هو فعلا بيبيع يعني باسعار جمله، بيدي لبعض المحلات اللي انت بتروح تشتري منها. فتخيل بقى الاسعار اللي هيجي يبيع لك بيها، انت فعلا بتشتري باسعار جمله. وانا اضمن لك، وزي ما قلت لكم قبل كده، انا مش اي مكان بضمن لكم فيه بصفتي الشخصيه انك تشتري منه، ولكن النهارده انا بضمن لك من استاذ باسم اي سعر هيتقال الاسعار دي هتلاقيها موجوده. ومش بس كده، خليني اوضح لك معلومه بسيطه يا شباب. اي عرض بنقدمه من داخل التشانل بتاعنا بيبقى لمده شهر، لان الاسعار بتتغير كل فتره وانتوا عارفين ده. اولا. ثانيا، الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي الاسعار تتغير لو حصل تعويم للجنيه مثلا، فهنا الاسعار بتبقى غصب عننا كتجار او اي تاجر مثلا بيشتغل لازم يغير الاسعار. ويلا مع بعض كده عشان ما نطولش في المقدمه، ندخل بقى على طول في صلب الفيديو ونشوف الاسعار. يلا بينا. طيب يا شباب ركزوا بقى معايا قوي 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 في الكلمه اللي هقولها لكم دي. دلوقتي الستور هنا اسمه موبايل ستور. طيب لو انت داخل شخص عادي خالص هتدخل دلوقتي هنقول لك اسعار الموبايلات كلها اللي موجوده. يعني لو انت عادي وداخل الستور لاول مره، دي الاسعار اللي انت هتسمعها. ولكن كل اللي انت هتسمعه ده انا عايز اقول لك ان هفاجئك في اخر الفيديو، لان اي موبايل من اللي انت هتعرف سعره دلوقتي هيبقى ليه سعر مختلف تماما. وزي ما قلت لكم مش هقول لكم بقى استاذ باسم المره دي، هقول لكم باسم على طول، لان فعلا ده صديق مقرب ليا وشخص انا واثق فيه جدا، وواثق ان الاسعار مش هتتغير، وانا اللي بضمن لكم ده بنفسي. ولو سعر اتغير اتواصل معايا على الانستجرام، وانا ضامن ان مفيش اي حاجه من دي ممكن تحصل. تعالوا بقى مع بعض كده نبدا مع بعض بالاسعار، ونشوف من اول الموبايل مثلا من ايفون اكس وانت طالع. ولو في موبايل معين سواء مثلا 8 بلس 7 بلس اي حاجه انت محتاجها ومش موجوده حاليا، كلم استاذ باسم. عايز اقول لك بمنتهى السهوله هيقدر يوفر لك اي موبايل وبالحاله اللي انت عايزها. يلا مع بعض كده يا استاذ باسم، يا ريت نبدا مع بعض بالايفون اكس وتطلعوا لنا كده عشان نوريه للمشاهد، وتقول لنا بطاريته ومساحته وحالته ايه بالظبط. استاذ محمد ده ايفون اكس 64 جيجا، الهيلث باتري بتاعته 100%. انت الموبايل ده في الطبيعي لما حد بيجي للستور عندنا بيتباع ب 8500 جنيه. ده بالنسبه للايفون اكس، ده سعره الطبيعي. مالكمش دعوه بالاسعار دي، لان الاسعار دي كلها هتتغير في اخر الفيديو. استنوا بس اعمل لكم حاجات قويه قوي قوي بجد. والاول مره صاحب مكان هو اللي يقول لي انا عايز اعمل عروض للمتابعين، مش انا اللي افرض عليه. استنوا لاخر الفيديو. تعالوا نخش بقى اللي بعده. رجع لي ده اكس برضه اكس 256 جيجا. احنا عندنا مبدئيا يا استاذ محمد، احنا الطبيعي عندنا اي جهاز عندنا يوزد ما فيش عندنا جهاز اقل من 90% باتري هيرس بتاعته، ده الطبيعي. يعني هو بيقول لك باسم دلوقتي اي موبايل موجود عنده ما فيش بطاريه اقل من 90%،
فانت كده عرفت حالات الاجهزه ايه. كمل. دلوقتي ده بالنسبه للاكس ده 256 جيجا، ده الطبيعي بتاعه بيتباع ب 9500 جنيه. يعني انا لو داخل عندك وبسال عليها تقول لي بكام؟ 9500. يعني يا شباب الموبايل ده سعره 9500 جنيه. خلي بالك ان الموبايل من غير عرض اصلا 9500 جنيه، الموبايل سعره ممتاز. لكن انا قلت لكم المكان النهارده عشان العيد بس معمل لكم عروض قويه قوي. الشانل بتاعتك انا عامل لك موضوع مختلف، انت الاوفرز عندنا في اخر الفيديو موضوع مختلف تماما، اسعار هتبقى شبه الاسعار اللي احنا بنبيع بيها جمله للمحلات. اكد لهم بقى بما انك انت صاحب المكان عشان بيقولوا الاسعار بتتغير. طب رد انت بقى. انا بالنسبه لك انت عشان انت اول مره تجيلي والشانل بتاعتك، انا هعمل عروض لمده شهر نفس الاسعار اللي ببيع بيها جمله لكل المحلات بفضل الله. ده سعره كام بقى يا استاذ باسم؟ 9500 جنيه. لو انا زبون عادي داخل، خلي السعر في اخر الفيديو هفاجئك. تعالوا نخش مع بعض. اقول لك على حاجه، انت وانت بتشتري الجهاز من عندنا بتاخد ريبورت كامل بالجهاز. انت حضرتك لما بتيجي تشتري مننا جهاز ايا كان، انت ادام كلاين عندنا بتاخد ريبورت كامل بالجهاز. بلس ده عباره عن ايه؟ ده بيتكتب فيه، يا ريت تعمل فيه زوم ان، ده بيتكتب فيه الاسم وسيريال الجهاز والموديل والسعر وتاريخ الضمان البدء وتاريخ الانتهاء. انا هديك في الطبيعي اللي انا بدي 14 يوم، انا هديك شهر تقدر تستبدل الجهاز او تسترد فلوسك. تمام. ده بالنسبه لمتابعين الشانل بتاعتك. حبيبي يا باسم. وفي حاجه عايز انوه عنها، انا مش هقدر ادي الاسعار باذن الله اللي في اخر الفيديو غير لما الكلاين بتوعك هيجي يقول لي انا من طرف استاذ محمد. يعني لازم تجي له وتقول له انا جاي لك من الشانل الخاص بمحمد المكيتري. بالمناسبه انا هسيب لكم ارقام الستور هنا وارقام باسم والمكان نفسه. تعالوا نشوف مع بعض لسه بقى الاسعار. يلا بينا. احنا كده خدنا الاكس ال 64 وخدنا الاكس ال 256. تعالى بقى على اللون الجولد اللي انا بصراحه من عشاقه. الاكس اس ده اكس اس 256 الهيلث باتري بتاعته فوق 90%. ما شاء الله. ده في الطبيعي بيتباع ب 10500 جنيه، الطبيعي سعره اقل من المحلات 1000 جنيه. يعني الموبايل ده فعلا يا شباب انزل بص، انزل واسال بنفسك. ايفون اكس اس مساحه كام؟ 256 جيجا. الموبايل ما اتفتحش قبل كده. انا بقول لك انزل بنفسك، لو مش شايف الاسعار ديت فعلا لقطه بالنسبه لك، هتلاقي الموبايل ده سعره بيوصل ل 11500 وهتلاقيه بيوصل ل 12 في بعض الاماكن. طبعا كل واحد من حقه يبيع بالسعر اللي هو عايزه لان دي تجاره، ولكن هنا السعر اللي باسم بيديهولك قبل العرض 10500 جنيه، فاوريدي هو اصلا عامل لك عليه عرض. يعني تمام. انا عايز اقول لكم هو عامل عروض. يعني بصوا، يعني هو النهارده محمد جاي يخسرني بس انا عشان متابعينه، عشان اول مره انا بالنسبه لي في الطبيعي هعمل له عروض غير الاسعار اللي احنا بنقولها باذن الله. خلي بالكم ان انا في العادي انا ما بجيبش اي حد اعرفه معرفه شخصيه او صديق ليا في التشانل عشان يكون بالنسبه لكم الموضوع يا شباب في مصداقيه، ما تقولوش لا ده بيسوق لحد تبعه او لمعارفه. ولكن المره دي عشان اكون واثق بنسبه 100% ان ما فيش حد هيشتكي من موضوع الاسعار، كان لازم اجي لحد انا اعرفه معرفه شخصيه وابقى واثق ان هو مش هيغير. لان اي حد هيقول لي في الكومنتات الاسعار اتغيرت، انا ساعتها هعرف ارد لان الراجل ده فعلا مش هيغير اسعاره. فاذا ده 10500 جنيه وقبل العرض. تعالوا نخش في اللي بعد كده. اكس ار ال 128 جيجا للجهاز الاكثر طلبا لكل الناس. بقول لكم ايه، ده ايفون اكس ار. طبعا في اكتر من 100 شخص اتواصل معايا على الانستجرام محتاج الموبايل ده. الموبايل ده بس مش يعني قبل ما استاذ باسم يتكلم مش بس هنقول لكم سعره، ده الموبايل ده هيتعمل عليه عرض في نهايه الفيديو هتتفاجئوا. بس خلينا نعرف الاول سعره العادي كام، وفي نهايه الفيديو هفاجئكم بالعرض اللي هيتعمل عليه. اتفضل. الجهاز ده في الطبيعي سعره، ده الهيلث اولا ده الهيلث الباتري بتاعته 100%، في الطبيعي سعره 11000 جنيه. ده في الطبيعي، ده لسه بره العرض تماما. ده سعره لو حد جالنا دلوقتي حاليا بره سعره 11000 جنيه، 128 هيلث باتري 100%. انا عارف ان هو حاليا ممكن يكون ب 11000 الى حد ما سعره مرتفع سنه، ولكن في نهايه الفيديو فعلا هتتفاجئوا. بس تحديدا الموبايل ده انا طلبت من باسم وبصراحه ورحب جدا وما قالش لا، هيتعمل عليه عرض قوي قوي اكتر من كل الموبايلات دي. الموبايل ده هيبقى عليه عرض فعلا فظيع. تعالوا بقى يا شباب مع بعض كده نشوف ال12. بصوا الموبايل اللي في ايدي ده تقريبا جديد. اتفضل. ده ايفون 12 128 جيجا، الهيلث باتري بتاعته فوق ال 91 يعني فوق ال 91%. بصراحه يعني الموبايل جديد بصدق. الموبايل يا شباب دي موبايلات العيد، دي موبايلات العيد. قول لي بقى كده يا باسم، يعني الجهاز ده على الحاله اللي انا شايفها دي، نقول السعر الطبيعي. قول لي السعر الطبيعي، هنخلي السعر الطبيعي في الاخر نقولها ورا بعض. طب السعر الطبيعي الجهاز ده 17000 جنيه، ده هو اصلا في الطبيعي كده اقل من المحلات 1500 جنيه. 17000 جنيه لسه عليه عرض.
ب 17000 ولسه عليه عرض. امسك بقى يا باسم وتعالى لنا بقى هنا كده في ال11 برو ماكس بقى والاكس اس ماكس وال11 والحاجات اللي انتوا بتحبوها قوي. امسك لي بقى كده ودلعني. نيجي بقى نبدا بالاكس اس ماكس. يلا بقى قول لي ده ايه دنيته. طب الجهاز اللي معاك ده جهاز اكس ماكس 512 جيجا شريحتين. مش شريحه واحده، دول سيم. الجهاز 512 جيجا دول سيم، ده فول باكج، معاه كرتونه كامله. يعني شريحتين مع الكرتونه بتاعته. بطاريه كام؟ البطاريه 100%. يعني لو انت من مستخدمين اندرويد وحابب تروح لشركه ابل، معاك شريحتين. ده ايه؟ طمني سعره العادي. لا قول لي سعره العادي. سعره العادي الجهاز ده بيعمل حوالي 17500 جنيه، ده الطبيعي. خلي بالكوا ان البطاريه، تعالى، بطاريه 100%، 2 شريحه تقريبا. انت لو رحت سالت على الشريحه الواحده 512 جيجا، 2 شريحه، 17000 قبل العرض. انا متاكد فعلا ان كل المتابعين بتوعي هيتبسطوا قوي 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 لو جم هنا. مش عشان بس صاحبي، انا اول مره اصور مع حد اعرفه، ولكن قلت لكم لضمان العروض اللي هتكون موجوده، عشان ما حدش يقول لي في عرض بيتغير. وعمال اعد لكم الفيديو ده ليكم انتوا زي كل فيديو بقدمه. تعالى بقى يا باسم ندخل مع بعض كده مع شويه الجماهير زي ما بيقولوا. ده افضل موبايل حرفيا، قيمه مقابل سعر. بص 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 بص، انا هاجي لك اوريك حاله الجهاز على ما باسم يقول لك دنيته ايه وحالته ايه وبطاريته كام. اتفضل. ده 11 برو ماكس 256 جيجا هرتز باتري 100%. الجهاز في الطبيعي بتاعه بيتباع ب 21000 جنيه، 21200، 21300 حسب لو جهاز فيه سكراتش او ما فيهوش. فاحنا طبعا هنعمل عروض عليه، الموضوع مختلف عشان الاستاذ محمد جاي يخسرنا في العيد، وانت جاي تخسرنا في العيد. بص بقى يا شباب، خلي بالكم ان انا شايف هنا عند باسم دي قطعه واحده. يعني انت ممكن تتصل تلاقي الموبايل طلع، لان هو المفروض في شغل داخل الاستاذ باسم في خلال حوالي 4 ايام او 5 ايام هتلاقي في شغل جديد نزل. فانت لو اتصلت ولقيت الجهاز ده وليكن في حد بادر بالاتصال قبلك وخده، اعرف وثق تماما يعني في خلال ايام بالكتير هيقدر يوفر لك اي موبايل انت عايزه. فده بالنسبه ل11 برو ماكس. انا ما سمعتش سعره على فكره، انا سمعت 21 وما سمعتش انت قلت كام. 21200، 21300 حسب لو الجهاز فيه سكراتش ما فيهوش سكراتش، حسب الهيلث باتري. احنا بتروح السعر من 21500 ده ماكسيمم. ده تمام. طبعا كل الاسعار دي يا شباب قبل العروض هتفاجئكم. العروض عشان العيد لسه هتفاجئكم. تعالى بقى لل12 برو ماكس، الموبايل اللي فعلا يعني واحد من افضل الموبايلات اللي نزلت وناس كتير اشتريته وعارفه، وما شاء الله يا باسم انا فعلا عجباني قوي الحالات بتاعتك. قول لي كده يلا الجهاز ده 12 برو ماكس 256 جيجا، الهيلث باتري بتاعته 97%، 97 98%. في كذا جهاز منه من 97 ل 98%. الجهاز ده سعره الطبيعي 27000 جنيه. سعره الطبيعي تقريبا يا شباب، عشان ابقى صادق معاكم، متوسط السعر ده اللي احنا لقيناه في كل الاماكن. يعني بصراحه 27 احنا لقيناه في اماكن كتير بنفس السعر ده. لكن اللي هيفرق باسم بقى عن اي مكان تاني هو العرض اللي هيعمله لكم. خلي بالكم. تعالى بقى يا باسم قول لي كده، احنا معانا حاجه تاني؟ طبعا متوفر معانا 12 برو ماكس بالوان. تمام. يعني برضو هتلاقي الالوان، وفي حته سيرتين هنا انا شايفها ما شاء الله يا شباب. يعني بص بصراحه في بعض الاماكن بتيجي تدخلها زي ما انت شايف كده، انت نفسيا بتكون واقف مرتاح في المكان، مش بس عشان خاطر في اجهزه. المكان كل مكان مريح بالنسبه لك، كل ما بتكون انت واثق. خلي بالكم ده عرض الاجهزه، ولكن ما شاء الله في قد الاجهزه دي قدها 10 مرات جوه موجوده. ولكن ده العرض. المكان هنا بيعتمد ان هو يكون سيمبل شويه، مش حابب يزود في الاجهزه، ولكن كل الموديلات موجوده زي ما انت شايف. اي موديل عايزه في منه، بدل الموديل 10 و100 هتلاقيهم موجودين. ولكن احنا بس بنوريكم العرض اللي موجود كده في الريسبشن بره في الاستقبال عشان تقدر تشوف الاجهزه. طيب السيرتين ده يا باسم يا ريت تعرفنا كده قطعه. احنا هنعمل عرض مع اذنك يا استاذ محمد على السيرتين على قطعه او قطعتين. يعني ليه بقى؟ هنقوله العرض دلوقتي ولا نقوله في نهايه الفيديو؟ لا هنقوله في نهايه الفيديو، بس هو ده مش هقدر اوفر منه قطعه وقطعتين. ليه؟ العرض يعني تقصد هيبقى على قطعتين قطعتين بس من الجهاز؟ لا متوفر منه بفضل الله، بس احنا مش هنعمل عروض على السيرتين بالذات غير على قطعه او قطعتين. ليه بقى؟ لان الجهاز ده سيرتين 128 جيجا هرتز باتري 100%، في ضمان 10 شهور تريد لاين. يعني فهو الجهاز الموبايل جديد، فالجهاز فيه ضمان 10 شهور. فانا مش هقدر اعمل لمتابعينك، طبعا هم اخواتي واخواتك طبعا، بس انا هقدر اوفر لهم. احنا عشان احنا بفضل الله بنبيع جمله، فالموضوع عندنا مختلف شويه. فانا هعمل لهم العروض على السيرتين بسعر الجمله اللي بنبيع ليه المحلات والستور على قطعتين. كل جهاز فيه ضمان 10 شهور. هيخش جوه في السيتنج هيلاقي الضمان هيخلص في شهر ديسمبر. تعالى بقى بصوا بقى يا شباب، لحد هنا الفيديو ما خلص. احنا جينا دلوقتي لاهم نقطه
اللي كلكم مستنيينها. بس قبل ما ندخل في العروض مع بعض خليني اقول لك على حاجه، كل الموبايلات اللي انت شفتها دي تقدر اي موديل انت عايزه 7 بلس 8 بلس اي حاجه تواصل مع الستور هيوفرها لك، ولكن عشان بعض الموديلات دي يمكن قديمه شويه فباسم مش حاططها في العرض، لازم يكون حاطط احدث الموديلات من شركه ابل زي ما انت شايف، ولكن اي موديل انت عايزه هيقدر يوفره لك. ولسه معانا بلاي ستيشن 5 هتلاقيه موجود وبلاي ستيشن 4 وحاجات كتير. بس قبل ما ندخل في الحاجات دي تعالوا ندخل بقى في العروض بتاعتنا، وتعالى بقى لشغل العيد اللي احنا عمالين نشوقه من بدايه الفيديو. تعالوا بقى نفاجئكم بالعروض الخاصه بالعيد واللي باسم عاملها لكم. وعايز اقول لكم الاكس ار اصلا لوحده ده معمول له عرض غير العروض اللي موجوده. تعالى بقى كده يا باسم، لا ما تهربش، تعالى عشان دي اهم نقطه هم عايزينها. قول لي بقى اللي انت هتقدر تعمله مع المتابعين بتوعي في العيد وتخليهم مبسوطين. انا عايز ابسط الناس دي، ابسطهم لي بقى. معاك المايك وعيش. طيب مبدئيا احنا باذن الله انا هعمل العرض على يعني كل جهاز هنقوله هنعمل عرض جهازين. حلو قوي. بصوا يا شباب اوضح لهم معلش تاني، انا عارف متابعيني بوضح لهم ازاي. يعني كل العروض اللي هتتعمل الراجل انه هيعمل عروض شويه الى حد ما هتكون قويه، فمش هيقدر يعمل على عدد كبير. هيعمل العروض من كل موديل، وليكن ايفون اكس هيعمل على موديلين، ايفون 11 هيعمل على موديلين. طبعا حد فيكم يقول طب ما انا ممكن اتصل ويقول لي الموبايلات طلعت، انا اضمن الله بس مش هيلف ويدور عليك. اسمع مني، ولو بادرت بالاتصال صدقني هتفوز بالعروض. ومش بس كده، اصلا كده هيبقى في عروض موجوده على الاسعار، ولكن كل موبايلين من كل موديل هيبقوا فارقين قوي. خش بقى عليا وقول لي، خدهم لي كده بالترتيب، قول لي ده هيبقى بكذا وده بكذا وده بكذا. ناخد المفاجاه اللي انا ما قلتلكش عليها. قول لي بقى، انا شايلها اصلا. قول لي بقى. تعالى. طيب الجهاز ال8 بلس اللي الناس كلها بتدور عليه، 64 عرض. اول عرض ال8 بلس اصلا. لا تعالى لي. اول عرض يا شباب ال8 بلس هيتعمل عليه. قول لي بصوا حاله الجهاز. انا اصلا ما طلعتوش اصلا في كل اللي احنا قلناه ده، انا ما طلعتش الجهاز ده تماما. طب الجهاز ده هيلث باتري 100%. أيوة. 64 جيجا. هيبقى الجهاز ده ب 6500 جنيه. 8 بلس 64 جيجا 6500 جنيه. بس ده جهاز واحد. مش هقدر اعمل عروض تاني يعني الجهاز ده بالذات. يعني العرض ده على موبايل واحد، العرض ده على موبايل واحد. الحق بسرعه وبادر بالاتصال على الموبايل ده. 6500 جنيه. تعالى يا باسم، اول عرض موجود من التشانل 6500 جنيه ايفون 8 بلس. بس اهم حاجه تقول له انا بكلمك من خلال قناه محمد المكتري على اليوتيوب، وده اول عرض. تعالوا نحطه مع بعض هنا وخش معايا بقى. يلا نبدا بقى تاني عرض على الاكس ال 64 جيجا. خليك معايا بالزوم كده. هندخل بقى مع بعض كده على الايفون اكس ال 64 جيجا. يلا نشوف مع بعض باسم هيعمل لنا العرض على ايه. ده لمتابعينك الجهاز ده ب 7900 جنيه. ايفون اكس الجهاز ما اتفتحش 7900 جنيه. صدقني العرض انا مش هقول لك بقى 5% و10%، انا بديك سعر هتيجي تشتري بيه 7900 جنيه. اتحداك لو قدرت تجيب الموبايل ده بالسعر ده. يلا عشان كله يعيد، باسم اهو بيضيع. تعالى يلا خش على اللي بعده. يلا بينا. اللي بعده اكس 256 جيجا. الله، ال 256 بقى 256 ده ب 9000 جنيه. بالله 9000 جنيه. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ دي مش اسعار جمله، ده فعلا اقل من اسعار الجمله. الاكس اس ال 256 جيجا. لا انت اصلا كنت قايل لي ان هو ب 10 ونص، فانا مش عارف انت هتعمل ايه تاني بعد كده. ب 10000 جنيه. ايفون اكس اس بطاريه فوق ال 90، مساحه 256 جيجا ب 10000 جنيه. ولسه ده لسه في جراب وسكرينه ولسه لسه لسه لسه. تعالى يا باسم قول لي تعالى يا باسم قول لي ال 12 بقى يا باسم. 12 128 بطاريه فوق ال 92%. اعمل معاك ايه؟ قول لي. مش عارف محتار بصراحه الكام جهاز. تعالى كده قرب عليا يا باسم. بصراحه الكام جهاز اللي باسم طلعهم قدامنا دول يا شباب والله العظيم فعلا دي عروض العيد وما زالت لسه العروض شغاله. تعالى بقى على ال 12 بقى ب 16500 جنيه. اتحداك لو جبت ايفون 12 ب 16500 بالحاله اللي انت شايفها دي، اتحداك بكل الوانه 16500 جنيه ولسه. تعالى يا باسم قول لي هنعمل ايه تاني مع بعض. يلا بينا. تعالى بقى الاكس اس ماكس ده هيبقى 15500 جنيه. احنا كنا قايلينه بكام؟ ب 18 ولا ب 17؟ 15500. بطاريه فوق ال 93%، نص طيره، شريحتين، 15500. طب لان هو العرض ده الجهاز واحد فقط في النص تيرا. خلي بالكم يا شباب. لا بص بقى عشان بصراحه في بعض الاجهزه كده انا هعمل عليها بقى، يعني معلش يا باسم هو العرض ده ب 15 ونص، انا هركن ده
عشان ما حدش يتظلم، لو حد عايز الموبايل ده فحد يتصل قبل حد، بالتالي الموبايل يروح لحد تاني. فاحنا هنعمل حركه حلوه قوي عشان فعلا اكتر شخص هيعملها هو اللي هيفوز بالجهاز ده. هنخليه مع الاكس ار هنا لوحده. تعالى بقى خش عليا، وبرده اكس اس ماكس بس هنا ال 256 ده هنعمله ب 14800 جنيه. مش هتكلم. تعالى الوحش ده بقى، الوحش قول لي بقى. 256 ده 20500. بصوا يا شباب، انا بس عايز اوضح لكم نقطه اخيره، معلش يا باسم. احنا الاسعار اللي قلناها دي نوضح لهم هتبقى على كل الموديلات ولا من كل موبايل جهازين؟ كل نوع جهازين، يعني 11 برو ماكس 2، 12 برو ماكس 2، 13 2، ال8 بلس جهاز واحد، الاكس ماكس ال 512 جهاز واحد. بصوا يا شباب، هو صح، هو محدد لك من كل موديل جهازين هيطلعوا بالاسعار دي. مش معنى كده ان الاسعار دي قليله، ولكن هو فعلا مديك اسعار. انزل بنفسك وشوف. فانا عندي يقول لك من كل موديل 2 ويكون صادق، احسن ما يقول لك على كل الاسعار وخصم 10% وتيجي تلاقيش الكلام ده. احنا ما بنقولش 10%، احنا بنقول اسعار فعلا. انا بقول لك سعر هتيجي تشتري بيه خلاص، اللي انت هتيجي تدفعه، عشان ما تقعدش تحسب بقى على الاله والكلام ده. فكده عرفنا ال 11 برو ماكس بكام. تعالى بقى على ال 12 برو ماكس، احنا كنا قايلين ب 27000 جنيه السعر العادي. لو انت جست عادي داخل المكان 27000. 26400. 26400. بطاريه كام؟ البطاريه 97%. 97% كل الوانه، بكل الوانه. تعالوا بقى للنقطه اللي كلكم مستنيينها والوحش، هاتهولي. بصوا بقى، كل العروض اللي احنا قلناها دي حاجه، والعرض اللي جاي ده بقى حاجه تانية. اول عرض هقوله لكم عادي خالص. الموبايل احنا قلنا سعره كام يا باسم؟ الاكس ار طبيعي 11000 جنيه، وفي العرض بتاعنا ب 10000 جنيه. 10000 جنيه العرض الاقوى، لسه ما اتكلمناش عنه. 10000 جنيه. بطاريه كام؟ باتري هيلث بتاعته 100%. مساحه 128. تعالوا بقى نعرف العرض اللي انا شوقتكم عليه كلكم لاخر الفيديو. اعملوا البادجت اللي احنا قلنا عليه بقى للمتابعين. قول لي بقى العرض ده بالذات لازم نوضحه للمشاهد. هتقول لي اسعاره. بص يا شباب، هنقول لكم احنا عاملين بادجت كامل، يعني هنطلع مثلا موبايل مع ايربودز مع اير تاج مع شويه حاجات كده مع بعض كده، مجموعه واحده. هنقول لكم سعرها كام، وبعد العرض هيكون سعرها كام، وهقول لكم هو والاكس اس ماكس هتقدروا تفوزوا بيهم ازاي. طلع لي كده يا باسم يلا. بصوا بقى يا شباب، ركزوا معايا قوي 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 في العرض ده. الاكس ار زي ما احنا شايفين، اول حاجه هيطلع معاه اير تاج زي ما انت شايف، هيطلع معاه جراب، هيطلع معاه ايربودز برو سيمي اوريجينال. عايز اقول لك ان الايربودز دي سعرها زي ما وضحت قبل كده بيوصل من 800 جنيه ل 1000 جنيه. كل ده هيكون داخل جوه العرض معاه الاسكرينه بتاعت الموبايل. انا مش عارف امسك الحاجه بصراحه من كتر الحاجات اللي موجوده، معلش بقى عشان برضو تبقوا عارفين قوه العرض اللي احنا بنتكلم عنه. يا ريت يا باسم تعرفنا كده، امسك المايك قول لي كده سعر الموبايل. طبعا هقول لك سعر الطبيعي بتاع الحاجه وسعر الاوفرز اللي احنا عاملينه. طب الموبايل ده احنا قلنا الاول ب 11000 جنيه سعره الطبيعي، ده ب 11000 اللي هو اصلا اقل من العادي 500 جنيه. تمام. وبالنسبه للسيمي اوريجينال، الاوريجينال نقول اقل سعر 800 جنيه مثلا يعني يعني كده 11800. طيب هنتكلم على الاسكرينه سعرها هنقول 50 جنيه، والجراب يا عم هنقول مع انه مش بكده بس هنقول ب 50 جنيه، مع انه اقل حاجه هتلاقيه ب 100 جنيه، يبقى 11900. وعندك دي بقى الاير تاج دي لازم تفهم ايه هي الاول سريعا كده. الاير تاج دي تقدر من خلالها تتبع اي حاجه، مثلا ولادك في المدارس هتحطها في الشنطه هتقدر تعرف مكانهم، مفاتيح ليها ميداليه معينه بتتركب فيها تقدر تعرف فين مكانها. اي دي يعتبر جي بي اس متنقل من شركه ابل. تمام. ده الطبيعي بتاعها بيتباع ب 1300 و1500 و1700 زي حسب المكان اللي انت بتلاقيها فيه. اذا هنقول السعر العادي اقل سعر ليها ممكن نلاقيها بكام؟ ب 1000 مثلا 1200. اقل حاجه هتلاقي 1200. 1200 يعني السعر الطبيعي كام؟ 14000 جنيه. وللمتابعين بتوعنا كل الحاجات دي هتطلع بكام؟ ب 11350. تاني 11350. استنوا بقى. بصوا بقى يا شباب عشان لازم نركز قوي مع بعض. بصراحه العرض ده حرام نخليه اللي هيبادر بالاتصال بسرعه ويتصل. احنا هنعمل حركه حلوه قوي. الاكس اس ماكس زي ما انت شايف، امسك كده بس معلش وضح لهم الاجهزه. الاكس اس ماكس والايفون اكس ار زي ما وضحنا
ده 2 شريحة مساحة 512 سعره 15500 جنيه. وهنا عندك الاكس ار طالع معاه الاير تاج وطالع معاه الايربودز سيمي اوريجينال زي ما انت شايف، وطالع معاه جراب وطالع معاه سكرينه. كل ده سعره حوالي 14000 جنيه. داخل العرض هيكون 11350 اوفر قوي جدا جدا جدا. طيب هتفوزوا بقى بالحاجه دي ازاي؟ افضل كومنت هيتحط هنختار منهم 2 هيكونوا واخدين لايكات. الجهازين دولت هيستمروا في الفيديو لمده 15 يوم. افضل كومنت يعني من 10 ايام ل 15 يوم. افضل كومنت هناخد 2 منهم اللي محطوط عليهم لايكات والناس تفاعلت معاهم، هم اللي هيفوزوا بالعرض على الجهازين دول. ومش بس كده، تعالوا بقى نيجي دلوقتي كده لاهم نقطه. يا ريت يا باسم تقول لنا العنوان بتاعك تفصيلي، وتقول لنا لو حد عايز يجي لك ازاي يقدر يوصلك بكل سهوله. طيب هو مبدئيا انا عنواني سهل جدا، احنا في حدائق الاهرام في البوابه الثانيه القديمه. انت طبيعي جدا لو انت جاي في حدائق الاهرام بوابه خفرع البوابه الثانيه القديمه، تخش فيها تفضل ماشي ستريت، هتعدي اول تقاطع المحل بيبقى على الشمال. بس يعني انت بالنسبه لك هيكون ده المكان. ومش بس كده، انا هسيب لكم في الديسكريبشن يا شباب لكل الناس اللي هتسال على الرقم، هسيب لكم في الديسكريبشن يا باسم عايزين رقم من الواتساب، وهنسيب لكم رقم اتصال. هتلاقي الرقمين شغالين بشكل مستمر، مفيش اي رقم منهم بيقف خالص. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واستنوا مني حاجات الفتره اللي جايه هتكون قويه جدا جدا جدا. مع السلامه. تعالوا قول لي، تعالوا لسه في عرض تاني. راح فين انت لسه في لسه؟ عرض تاني. احنا ما اتكلمناش عن الماك بوك. تعالى يا صاحبي، فين الماك بوك؟ انا هخليك تاخد ماك بوك الله 256 جيجا. ماك بوك بقى ده بقى ماك بوك برو كيبورد عربي. الله. ستارت من 7500 جنيه. كم؟ 7500 جنيه. كم؟ 7500 جنيه 13 انش 256 رام 8 كور اي 7 ماك بوك برو 7500 جنيه. ده عشان يبقى العيد بقى، عشان انت والله يبقى محمد جه. انزل حط لايك بسرعه، خلص كل حاجه. انزل حط لايك بسرعه. بيقول لك ب 7500 جنيه. لو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك بسرعه، عشان هيبقى في حاجات قويه جدا جدا. وطول ما انتوا واقفين في ظهري صدقوني هجيب لكم عروض اقوى واقوى بكتير. وطول ما باسم معانا ما تشيلوش هم العروض. استنوا مني حاجات الفتره اللي جايه هتكون قويه جدا جدا جدا، ونلحق نقفل قبل ما باسم يخش علينا بعرض تاني. مع السلامه.